عندك شويه ذره زي دول صغيرين، وعندك معلقه ملح ومعلقه زيت. حطي على النار كده اهو واعملي فشار. بصي يا حبيبي بقى الايه الفشار طفيت عليه اهو. لما بطل طقطقه خالص شلت اهو الصينيه زي ما انتم شايفين. امسكوا بقى كده بجماله وحلاوته وتقعدوا تتسلوا كده، كل واحد ايه طبق. انا لقيته دلع لما بعريه وبوريه لكم، لقيته دلع فقمت ايه رشه ملح عليه جوه سخن. حتى الملح اهو وقلبته كله. ويعملوا بقى ايه كوبايه شاي حلوه كده زي دي كده، جميله زي دي الطعمه دي. فيها قرنفل. القرنفل ده يا جماعه حلو للسنين. تشربوا شاي، شويه شاي يظبطوا دماغكم وايه، وشويه فشار حلوين. ايه رايكم بقى؟ يلا بقى اكتبوا لي كلمتين حلوين وادعي للتليفون بتاعي ربنا يهديهولي. تدوقي كده وهو سخن تدلع ونرش عليه شويه ملح او زي ما هما بيحبوا بقى. يعني عشان تكمل الحكايه بقى كوبايه ايه عصير برتقال بالجزر، والبرتقال فيه فيتامين سي، والجزر بيقوي النظر. ودي كوبايه بقدونس مغليه عشان ايه الاملاح ويوري اسك. ودوت الرز اللي في الخلاط اهو. ايه رايكم فيه وجماله وحلاوته؟ اهو سويته. اما سويته عملت ايه؟ هو الفيديو في القناه على فكره، اللي عايز يشوف الطريقه يخش القناه. سويته في لتر ميه وبعد كده ضفت له بقى اللبن. بس الاول ده في الخلاط، خش عشان تشوفوا طريقته في الخلاط ازاي. ودوت ليمون يعني ميه مغليه وعصرت نص ليمونه. بعد ما الميه هديت ودمع العين كده دفيت يعني دافيه نفرغها على الليمون. ده بينزل الدهون، يعني مثلا بعد اكل دسمه حاجه اي حاجه بقى مقليه محمره كده الحاجات دي يعني اهو يا دوب بتشرب على طول. كل الليله دي بقى كل واحد يشرب حاجه، اللي يشرب الليمون الدافي، اللي يشرب المهم تبقى سهره وكل واحد ايه يختار له حاجه مع شويه الفشار، واللي يختار الشاي اللي انا وريتلكوا في اول الفيديو بالقرنفل. القرنفل ده يا جماعه عشان السنين، يعني قدر الله حد سنانه كده تعبان ولا حاجه فعلا مفيش مثلا مسكن، مفيش دكتور في الوقت دوت لاي سبب من الاسباب وقت متاخر حاجه، يغسل القرنفليه ويحطها تحت ضرسه جميله قوي. كنا اول بنحط النفالجين، فاكرين النفالجين بتاع زمان المدور؟ القرنفل دوت حلو قوي وكمان بيخلي ريحه الفم حلوه جميله قوي. ايه رايكم بقى في الفيديو ده؟ بس التليفون بتاعي ما صدقت يصور، ما كانش بيصور. عامله لكم فيديو للرز وفيديو لحاجات حلوه كتير، بس مش عارفه بقى ايه اللي حصل للتليفون بيفصل لوحده. باين تعب بقى من رمضان. كل عام وانتم بخير. صمتوا بقى الستة البيض اللي هي 6 من شوال اللي بيتبعوا بعد رمضان 6. كأنك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كأنك صمت الدهر كله. يبقى 30 يوم و6 من شوال يعني 36. فايدة كبيرة قوي يا جماعة. بس تكونوا بقى لحقتها قبل ايه الساعة ما تتغير. يا رب تكونوا بخير، وحشتوني يا رب. انا مش عارفة الفيديو بتاع الرز يا جماعة شاهدتوه ولا لا؟ وانا بعمل الرز في الحلة وغرفته في الكاسات الكوبايات اللي زي دي كده والاطباق والحاجة. شاهدوه يا جماعة، اعملوا لي مشاهدة واعملوا لي لايك وكده عشان ده موقوف التعليق عليه، مش عارفة ليه ايه السبب. ربنا يخليكم يا رب، يديكوا الصحة. كل عام وانتم بخير.